النادي الأهلي مع النادي المصري. امبارح كان في مباراة ما بين النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي، وبصراحة كان النادي الأهلي سيء جدا مقارنة بالنادي المصري اللي كان منظم خطوطه بشكل جيد ومنظم دفاعه بشكل ممتاز. وتحية كبيرة لكابتن حسام حسن اللي قدر يتفوق على مارسيل كولر إن هو ياخد منه نقطة صعبة من نادي صعب زي النادي الأهلي. وكمان طبعا اللي ساعدوا تخاذل هجوم النادي الأهلي في إهدار الفرص الكتير جدا محمد شريف أو قفشة أو حسين الشحات أو برونو. بصراحة ماتش سيء جدا للرباعي الهجومي. ممكن شادي حسين اتحرك شوية لما نزل، لكن برضو كان ناقصنا الفينش، ناقصنا اللمسة الأخيرة اللي ما حضرش طولة الماتش. ممكن الماتش ده كان فيه لعيبة كويسة زي الشناوي اللي حافظ على الكلين شيت للنادي الأهلي وحافظ على النقطة أصلا اللي كان ممكن نفقدها، وعمرو السولية اللي كان عامل خط نص مع أليو ديانج كويس. وهو أليو ديانج طبعا، ومحمد هاني اللي كان عامل ماتش كويس جدا جدا. ولحد دلوقتي هاني مستواه كويس بالنسبة لمستوياته اللي قبل كده، ولحد دلوقتي يعني أنا شايف إن هاني كويس. وطبعا ياسر ابراهيم اللي للاسف خرج الاصابه، سلامات ان شاء الله. وقفشه برضو اللي خرج بالاصابه، بس مش مستواه ما كانش حلو قوي قفشه يعني. الصراحه قفشه كان مستواه مش عاجبني قوي، لكن سلامات برضو كابتن محمد مجدي قفشه. وبصراحه لو جينا للحكم اللي الصراحه ظلم النادي الاهلي كتير طول الماتش، مش حسب وقت اضافي كويس، واللي حسبه ما تلعبش كامل. وكمان يعني اخطاء غريبه جدا، يعني فاولات لازم تتحسب، كروت صفراء، انذارات المفروض تكون موجوده في الملعب يعني للحارس او اللعيبه اللي بيشوطوا كوره وتحاول تضيع في الوقت. الحكم الصراحه ادار الماتش بشكل سيء جدا. والانذارات اللي كانت في نهايه الماتش اللي انا في حاجات كده انا مش كنت فاهمها، زي محمود متولي رايح يهدي اللعيبه بتاعته بس واخد انذار في النص، يعني انا مش فاهم ليه. فيا ريت يعني الصراحه يعني التحكيم يخف شويه الصراحه، يعني الحكم كان غريب جدا وتحس انه كان متعمد على ان النادي الاهلي يقع. فاتمنى التوفيق للنادي الاهلي في الماتشات الجايه. وبرضه النادي الاهلي كان لعبته مش كويسه، عشان برضه مش هلوم الحكم على كل حاجه، بس ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعمل حاجه في الماتشات الجايه. فما تنساش الفولو وتصلي على النبي وتشترك على القناه على اليوتيوب. السؤال المره دي: ايه هو توقعك لمباراه القمه الاهلي والزمالك يوم 21؟ ممكن اكتب توقعك تحت في كومنت.